اهلا بيكم في شنغهاي، واحده من اشهر المدن الصينيه وتعتبر اكتر مدينه صينيه عصريه ومتطوره. هتلاقوا فيها الابراج العاليه، فيها واحد من اسرع شبكات المترو في العالم، فيها مطارين دوليين، وفيها جاليات اجنبيه كتير جدا من زمان، لان هي فيها ميناء بقاله فتره طويله جدا وتاريخيا ليها شهره كبيره جدا في التجاره. يا سنين. وفي فيديو النهارده مش بس هتكلم عن شنغهاي كمدينه ونروح اشهر المحلات والمولات، ولكن هنستخدم اهم التطبيقات اللي موجوده هنا عشان نعيش يوم زي الصينيين. طبعا يعني على قدنا شويه يعني، بس ازاي ان احنا هنتعايش واحنا موجودين في الصين كاننا صينيين. يعني ايه؟ يعني مش محتاجين حد يساعدنا، حتى لو احنا اول مره في حياتنا نكون موجودين في الصين. ني هاو. لو حد رايح الصين هتتبسط، ولو مش رايح الصين هتنبهر. الله، ايه ده؟ شوبينج. بويا 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 بويا. ودي اهم جمله اتعلمتها من فيلم فول الصين العظيم. لما حد يجي يقول لك تعالى اقول له بويا، يقول له يعني انا مش عايز، لا شكرا. فلو انت اول مره موجود في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتشغل جرس التنبيهات، وخلونا نعيش في الصين زي الصينيين. يلا بينا. طبعا في الصين هنا ما ينفعش تيجي غير وانت معاك شويه ابلكيشنز كده او تطبيقات هتسهل حياتك جدا. اول حاجه اهم تطبيق فيهم ايه؟ لا مش ايه ماب، اسمه الي باي. ايه ماب ده واحد تاني. ايه ماب ده زي جوجل مابس او الخرائط بتاعت جوجل عندنا، لان خرائط جوجل هنا ما بتشتغلش حلو اصلا، وحشه جدا. الي باي بقى ده تدفع بيه في كل حته بسهوله جدا. بيدوا لك كيو ار كود كده في اي مكان بتشتري اي حاجه، تروح حاطط الكاميرا فوقيه تدفع على طول. في ترجمه، في تحجز اوتيل، تحجز قطر، اي حاجه عايز تعملها في حياتك هنا ممكن تعملها بالي باي ده. دلوقتي عايزين نروح على محطه القطر عشان هناخد القطر السريع لشنغهاي، تقريبا 50 دقيقه بس من هنا لشنغهاي. ولكن دي طبعا اول مره اركب مواصلات، فعايز اروح بدري. يعني بدري ده اللي هو انا رايح ساعه بدري. حتى مثلا التاكسي ممكن تطلبه بالي باي او تطلب ديدي. عارفين في ابلكيشن اسمه ديدي كده موجود عندنا، هو اصلا صيني وموجود هنا، فنطلب ديدي ولما نيجي ندفع ممكن ندفع بالي باي برضه. من هنا مثلا للمحطه تقريبا ربع ساعه ب 25 ريمبي. شكرا شكرا. لاست فور ديجيت. اوكي 001 0 ايوه. انت مش عارف 0 ماشي، يعني عشان يتاكدوا ان احنا نفس الشخص. اوكي ماشي. وصلنا محطة القطر، والقطر هنا في قطر عادي وقطر السريع وقطارات بقى بالعبيط. طبعا يعني انتوا عارفين الصينيين من اكتر الدول اللي فيها سكان في العالم. القطر تقريبا كل 10 دقائق لنفس المدينه في قطر، يعني في قطارات لحتت كتير بعيده، ولكن احنا الحمد لله القطر بتاعنا النهارده قريب، كله 50 دقيقه. وهنكتشف بقى مدى سهوله المحطه لواحد زي عمره ما جه في حياته. مكتوب هناك البيزنس كلاس لاونج شمال، وفي كذا مدخل، بس انا مش عارف المدخل بتاعنا المفروض فين يعني، بس هندخل من هنا وخلاص. ورايحين فين؟ في تفتيش زي المطار كده، بتخش على مكنه تحط الشنط بتاعتك. موضوع البوابات ده خلص بسرعه جدا في الباسبور، وعدينا في ثانيه. وقدامنا هنا الشاشه مكتوب عليها اسامي الحاجات كلها بالصيني، ولكن فيها انجلش. قطرنا 12:40، فبرضه محتاجين تكونوا بتسيبوا وقت كفايه عشان تستكشفوا زي ما انا بستكشف كده. محطه القطر طبعا ضخمه. بص الجيتس عامله ازاي. كل قطر ليه بوابه لوحدها، مش كله مثلا باب واحد بيبقى زحمه جدا وبعدين تدخل جوه تشوف القطارات، لا كل قطر ليه الدخله بتاعته. انا 16 ايه مثلا، فكده ما يحصلش زحمه وتلاقي الناس كلها داخله، وفي واحد قطر لسه فاضل عليه ساعتين، واحد فاضل عليه 5 دقائق، لا كل قطر مع نفسه. طبعا انا شاري التذكره من نفس التطبيق برضو اللي هو علي باي اللي قلت لكم عليه ده. شريتها امبارح عشان ابقى ضامن، لان اكتشفت ان القطارات هنا بتخلص بسرعه، عشان كده في قطارات كتير الموضوع عليه ضغط. انا واقف يعني مش فاهم اي حاجه، بس انا واقف عند المكان الصح. فالقطر بتاعنا البوابه بتاعته 16 ايه، وتقريبا دول ركاب القطر، فمحدش دخل. يعني الناس كلها بتدخل قبل القطر بثلث ساعه. بيتكلموا صيني بس، ولكن رقم القطر موجود ورقم البوابه موجود زي اللي موجود في الشاشه، والميعاد مظبوط، فان شاء الله احنا صح. دي التذكره بتاعتنا مكتوب فيها رقم العربيه ورقم الكرسي، وان شاء الله كله تمام. انا مش شايف اي كود في التذكره دي. مش عارف هندخل ازاي. ماشي.
شكرا شكرا يا حاجه. طلع شغال. الباسبور المصري بيدخل القطر. يعني انا شايف ان نسبه سهوله الموضوع حلو. الموضوع كان لذيذ. دخلت بصيت على الشاشات لقيت رقم القطر موجود، وفهمت ان فيه بوابات، ولقيت رقم البوابه زي المطار، هم عاملينه زي الطيارات. ورحنا عند البوابه بسهوله. دخلنا ما فهمتش اي حاجه. رحت موري الست البتاع قالت لي باسبورت. اديت لها الباسبورت. نزلنا قدامنا هو مكتوب 17 و16، احنا رقم 16، والقطر بتاعنا جي 7 304، العربيه رقم 1، الكرسي رقم 13. الموضوع لذيذ. استنى في واحد طالع من الكرتون ماشي قدامنا اهو. ده الحقيقي ده يا كابتن كده. العربيه رقم 5، العربيه رقم 4، يبقى احنا واقفين صح. يبقى ده الصف ده بتاعنا. اللي على الشمال دول البيزنس تعتبر غاليه شويه، يعني السكند كلاس كان ب 80 ريمبي. القطر هنا فيه 4 انواع تذاكر، في بيزنس، وفي درجه اولى ودرجه ثانيه، وفي درجه ان انت تبقى واقف. في ناس بتكون واقفه في القطر وسعره نفس سعر الدرجه الثانيه، بس عشان التذاكر بتخلص فعاملينها موجوده. فاللي احنا حاجزينها دي درجه اولى ب 160. يجي ميعاد المحطه بتاعتك، الست دي بتعدي على الكراسي وتقول للمحطه بتاعته الدور عليه، تقول له استعد عشان تنزل، عشان لو انت نايم مش واخد بالك تظبطك. الموضوع الصراحه طلع سهل ولذيذ. بصوا القطر عامل ازاي من قدام. قطر من قدام مسحوب بالطريقه دي علشان طبعا ده قطر سريع. دلوقتي هنروح على المترو بقى، نشوف هل المترو في شنغهاي فريندلي وسهل ولا لا. شنغهاي هونغ تشوا ريلوي ستيشن. عامة يعني المواصلات زي ما انتم شفتوا كده سهلة، ولكن في حاجة مهمة أنا بعملها، هو إن أنا بستخدم شات جي بي تي. شات جي بي تي ده هو التور جايد بتاعي. فأنا مثلا بقول لشات جي بي تي أنا عايز أروح الفندق اللي اسمه كذا في شنغهاي، أركب إيه؟ فيروح هو داخل على المواقع اللي بتطلع المعلومات دي قايل لي اركب كذا كذا كذا. فأروح سأله تاني أقول له طب ده بياخد وقت قد إيه؟ هل محتاج أغير المحطة في النص؟ فأنا بقعد أكلمه أكنه ودي اسرع طريقه الشنطه تنزل بيها. اشتغل فعلا. طب الموضوع سهل اهو يا جماعه. فانا دلوقتي دخلت على شات جي بي تي، قال لي ان انا محتاج اركب المترو خط رقم 10. في هناك علامه مترو، شوف بقى خط رقم 10 ده هناك ولا فين. على شمالنا اهو كل حاجه مكتوبه بالصيني، لكن مكتوب بالانجلش سب واي تيكتس، ومكتوب خط 10 وخط 2 وخط 17. فالموضوع واضح. على فكره الابلكيشنز بتاعت الترجمه، يعني علي باي فيه ترجمه، وكمان الايفون والسامسونج فيهم ترجمه دلوقتي مثلا عندنا اليافطه دي موجوده قدامنا. في ابلكيشنز كتيره، يعني في ابلكيشن على الايفون اسمه ترانسليت، ده ممكن تعمل منه كونفرزيشن. يعني انا اعمل كده واتكلم بالانجلش يروح على طول يتحول صيني صوت وكلام. في اوبشن تاني انت تعمل كاميرا، تروح جاي كده على الكلام كل حاجه اتحولت بقت انجلش اهو. Please go up to the 10th floor online ticket. فبكل سهولة تقدر تتكلم مع حد، أو تقدر إن أنت تشوف حاجة مكتوبة وتقراها. أنا عارف إن في ناس عارفة الحاجات دي، بس في ناس كتير ده بالنسبة لها يعني إنجاز علمي. إنجلش أو على طول نروح إنجلش. خدنا لاين 10. Please select your destination. أنا عايز محطة، أنا جبت اسم المحطة من شات جي بي تي. المحطة اسمها يوان جاردن. اختار انجلش تاني. انا فين؟ خلي بالكم كمان المترو بيوصل لغاية المطار، يعني احنا ممكن نروح المطار من هنا كده ليوان جاردن. تقريبا الطريق هياخد نص ساعة كده. السعر ب5، هناخد تيكت واحدة 5 في 7 يعني 35 جنيه، يعني مش مكمل دولار، ب 80 سنت تقريبا. نروح فاتحين ابلكيشن علي باي ونعمل سكان للكيو ار كود اهو. قال لك 5، احط الباسورد بتاعتي. هيقول لي دلوقتي ان احنا اشترينا التيكت كده. خلاص كده اشترينا التيكت، والتيكت طلعت، وناخد التيكت. اول ما تفهم النظام تلاقي الدنيا ايه تمام. اهو قدامنا اهو مترو خط 2 وخط 10 وخط 17. ندخل من هنا كلهم بنفس الدخل. ماشي، دخلنا بكل سهوله. حط الشنطه ورانا بعد كده عشان هي ما تتزحلقش وتقع. لاين 10 كل الناس دي واقفه مستنياه. هنقعد فيه تقريبا نص ساعه. اهي دي اسم المحطه بتاعتنا يوان جاردن. انتوا بتجروا ليه يا جماعه؟ عشان الكراسي. المحطه اللي بنعدي عليها لونها بيحمر، ودي المحطة بتاعتنا. يعني برضو دي حاجة بتساعد ان انت ما تنساش وما تتوهش. تيكت مش طلعني اكزيت. دي عايزة تخش هنا عشان ماشي. لما تيكت وان واي فما بتعملش سكان، انت لازم تحطها جوه المكنة تسحبها خلاص كده، عشان هي ما تروحش ترميها انت.
اهلا بيكم في شنغهاي. التاور اللي هناك ده مشهور، شفته قبل كده. طبعا احنا دلوقتي تقريبا قريبين من وسط البلد، والمفروض ان الاوتيل بتاعنا 5 دقايق مشي. فهنفتح بقى هذا التطبيق السحري اللي اسمه اي ماب. الي ماب ده لازم يكون عندك وانت مسافر، لان جوجل مابس هنا بعافيه شويه. يعني هو اصلا في اماكن مش ظاهر عليه وساعات مش هتعرف تستخدمه، ولكن الي ماب هو التطبيق الاقوى في الخرائط حسب معلوماتي طبعا الضعيفه. واحد بقاله 3 ايام. انا قلت بما ان الفنادق هنا اسعارها مش مرعبه فندلع نفسنا، وتقريبا هي الابراج اللي قدامي دي. ده فيديو هنصوره بالكامل بالكاميرا دي. طبعا احب اقول ان انا من كتر حماسي ان انا استخدم الكاميرا في الشارع يعني بهدلت نفسي، لان انا كان المفروض اركب تاكسي، لان التاكسيات هنا رخيصه جدا. بس انا لقيت المشي 5 دقائق، قال لك من 5 ل 10 دقائق. قلت نتمشى نتفرج. يعني سامعين الصوت ده؟ ده مش صوت مقاولات مثلا ولا عماره تتبني جنبنا، ده صوت حشره بتكون موجوده هنا في الصيف، وكل ما الجو يبقى حر اكتر كل ما صوتها يعلى اكتر. وهي يعني حشرات كتير جدا بتبقى موجوده في الشجر، وعلى طول عامله صوت الزن ده او الصفاره دي. هدي دلوقتي وقفت تاخد بريك. بصوا ده الاتوبيس الكهرباء، اتوبيس ومتوصل بالكابلات اللي فوق، وبيمشي اعتقد بالكهرباء. شنغهاي بس. شانشي تشاها هوليداي ان. احنا قاعدين في فندق هوليداي ان، هو اللي قدامنا ده في بيبلز سكوير، والواضح ان هو فندق كبير. الله على التكييف. اهلا اهلا اهلا. وانا عندنا هذا الروبوت. في الفنادق هنا دايما بيكون في روبوت بيشتغل للدليفري. واحد عامل طلب توصيل الاكل، يجي الراجل بتاع الدليفري بيحط طلب جوه الروبوت ويكتب رقم الاوضه، يروح طالع الروبوت لغايه الاوضه ويوصل الاكل بدل ما الراجل هو اللي يطلع له. بس عيال هو كده الاكل هيتاخر بقى. وبعدين الناس تشتكي من الروبوت. الروبوت حتى عاملينه من قدام كرافته وبدله. ثانك يو. الراجل عمل لي ابجريد لسويت، بيقول لي علشان انت قاعد ليلتين بس، لو هتقعد اكتر لو هتطول على ممكن في احتمال اخليك تغير الاوضه. تقريبا عندهم جروبات كتير فادوني انا الابجريد. حبيبي لانه في اخر الطرقه كده، دي حاجه حلوه. معنى كده ان هو جنب الازاز، معنى كده ان هو عند الواجهه. طبعا ده فتي. الله، هنام في خيمه ولا ايه؟ اوه لا لا. اهلا بيكم في شنغهاي. اللي قدامنا ده السيتي سنتر اعتقد، يعني من شكله كده، لان العمارات فيه قصيره، فاكيد زمان كانت العمارات قصيره. الدنيا زحمه وناس بتتمشى، فالواضح ان ده المكان اللي احنا هنقضي فيه الايام اللي جايه. الاوضه بتاعتنا واسعه وجميله ولذيذه، ولو في طفل ولا حاجه عايز يجي ينام هنا ممكن يدخل ينام في الخيمه. طبعا الشارع اللي احنا فيه ده اسمه نانجينج رود، وهو يعتبر اطول شارع للتسوق في الصين كلها. على الاغلب الناس بتيجي هنا بالليل اكتر علشان بيبقى الاضاءات بقى في كل حته، محلات كتير مشهوره تقدروا تدخلوها. واحنا هنا نعتبر في وسط البلد، يعني المنطقه اللي احنا فيها دي قريبه من بيبلز سكوير اللي على يمنا هنا كل الفنادق المشهوره. ده الفندق بتاعنا هوليداي ان اللي انا قاعد فيه، وكل اللي جنبينا فنادق كتير مشهوره. الفنادق هنا في الصين مش غاليه على الاطلاق مقارنه باماكن تانية في العالم، بالذات في الاسامي اللي احنا عارفينها. يعني انا قاعد في هوليداي ان مثلا واخد اوضه ضخمه سويت ليلتين ب $100. ده نفس السعر اللي انا كنت واخده بليله واحده في هوستل في اوروبا. كل ده طابور. هو عامه في طابور هنا طويل قوي، ناس قدامي رايحه جايه في الزجزاج وداخلين، فانا اروح معاهم. المكان ده لسه فاتح، وهو من اشهر الاماكن الموجوده هنا، وانا ما اعرفش هو بتاع ايه، بس هو اسمه مينيسو لاند. وشارع نانجينج رود ده يعتبر واحد من ازحم شوارع التسوق في العالم كله، لان في اليوم الواحد بيعدي عليه اكتر من 1,000,000 شخص. مينيسو، ورغم ان دي مدينه سياحيه جدا، ولكن تقريبا انا الوحيد اللي مش صيني اللي واقف في الطابور اللي احنا واقفين فيه. انا اخش اشوف الطابور ده بتاع ايه، على طول اروح داخل على شات جي بي تي عشان ايه اعرف انا داخل فين وهعمل ايه جوه. فهو ده مكان مشهور وموجود في حتت كتير في العالم، ولكن ده اول واكبر واحد ليهم في العالم كله، موجود هنا في شنغهاي في نانجينج رود، ومساحته 2000 متر ومعمول على 3 ادوار. بتعمل زي شوبينج كده على الحاجات المشهوره زي هاري بوتر وديزني وشيكاوا. طبعا. فخلينا ندخل بقى نشوف الميني سوت. يا جماعه الحاجات بتخلص ولا ايه؟ الناس بتجري. الله، حاجات اهي شبه اللابوبو. طبعا اللابوبو في الصين هنا طلع حاجه يعني من زمان قوي موجوده ومشهوره، ولكن مؤخرا لما اتشهرت على مستوى العالم الموضوع بقى صعب بالنسبه لهم. بس هم حتى غير اللابوبو دي نوع من الانواع. بصوا كل دي انواع تانية.
يعني عندنا هنا زوتوبيا، تقعد تشتري بقى وتجمع الاشكال دي. انا مش فاهم، هو كل الحاجات شبه بعض. انا عارف طبعا ان في ناس يعني ممكن تشوف الفيديو ده تقول لي انت ما جبتش اي حاجه ازاي، بس انا اصلا مش فاهم الحاجات دي المفروض نعمل بيها ايه. يعني دي حاجات ممكن تشتريها تحطها عندك على المكتب. والله اهتمامات مختلفه. ميني سوق. بس هنا بقى حاجات كلها ممكن تشتري حاجات تستخدمها، ولكن كلها معموله بالثيم بتاع الشخصيات المشهوره. اهو انا عارفه ده. هنا لمحب الدباديب، اي حد بيحب الدباديب والحاجات الفلافي عشان يحطها جنبه كده ويقعد يحضنها لازم يجي هنا. عندنا هو دور 2 3 ادوار ميني سوق، وبعد كده في مطاعم وحاجات تانية وسبا. لا لا، ايه ده خرجونا بره يا ولادي الايه. طب تصدق، طب ما دي حركه حلوه ان الواحد يدخل هنا من غير الطابور، يدخل هنا ويطلع فوق على طول. قررت ارجع الاوتيل احط الحاجه عشان يبقى ماشي خفيف خفيف بالكاميرا اللي معايا دي، نقدر نلف براحتنا. وهي عامله ايه دلوقتي؟ ابلكيشن التاكسي انا بتكلم مع السواق، الابلكيشن هو بيترجم لوحده. الو ني هاو 你好 01 01 اوه هر جامد. لما بتطلب من على ابلكيشن دي اول ما بتدخل التاكسي يقول لك عايز اخر رقمين في الرقم بتاعك عشان يتاكد ان انت ده الراكب. ，TV， يوتيوب. ني هاو Hello， ني هاو 你好， شو خوا. دلوقتي فتح الابلكيشن بتاع العربيه اللي هو اسمه اي ماب. بصوا الابلكيشن عامل ازاي. يقول لك خش من هنا على الحاره دي علشان تطلع، وباين لك ان في مطلع للكوبري وان في كاميرا. بصوا حاجه قمه في الابداع والله. وده 3 دي طبعا، انت شايف العمارات اللي جنبك يمينك وشمالك والكاميرا فين والكباري، حاجه يعني قمه في الابداع. عامة ان الواحد يطلع يستكشف جوه المول ده لوحده فسحه. بس المول قد ايه؟ مول كبير قوي، مع ان شكله مش جديد، يعني شكله عادي، مول قديم شويه. Is this vegetarian? Yes. Do you use alcohol in this one? قال لي ما فيش الكحول، ده سيزننج عادي. هندفع بألي باي. ألي باي كل اللي عليك تعمله ان انت تطلع الابلكيشن بتاع ألي باي اللي انا قلت لكم عليه، وانا مسجل عليه الكريدت كارد بتاعي من قبل ما اجي من مصر. ان في ناس قالت لي لما تروح هناك ممكن الابلكيشن عندك يكون بيهبل فبلاش، ولكن انا في طريقه اوريدي الابلكيشنز هنا شغاله كلها معايا تمام، هقول لكم عليها في تطبيق برضو لازم يكون معاك وانت في الصين بس. وكده اول ما الشاشه دي تحاول تبقى زرقاء يبقى احنا كده دفعنا. عندنا في ناس قاعدين اهو في المساج. طبعا تقريبا كل المولات اللي دخلتها فيها حاجه زي دي كده، ان انت يبقى معاك باور بانك تاخده تاجره تشحن بيه موبايلك وترجعه تاني. دي حاجه الصراحه جامده جدا. اي نعم هي مش جديده بس هي مهمه ان هي تكون موجوده، يعني بالذات في اماكن زي كده. عندهم محلات الكلاب في المول دي حاجه برضو منتشره، مش عارف ليه، واضح ان هم بيحبوا الكلاب قوي. فدي كلاب هاسكي، ورا كان في محل تاني. وفي كل مول برضو ادخل لازم الاقي مكان بتاع حيوانات جوه المول كده. هنا مثلا عندنا قطط حاطينهم في التكييف تقريبا درجه حراره 27. اشمعنى القطط تقعد في التكييف واحنا نقعد في الحر؟ بص جوه هنا في معيز ولاما في مكان بتاع الاطفال، يعني الاطفال بتخش تلعب او تروح تتفرج على الحيوانات. طول ما انت ماشي في الصين هتلاقي المنظر اللي على وشي ده، عمال تبص يمين وشمال وفتح بقك. يعني لسه مفيش حاجات مبهره بس في حاجات كتير غريبه وجديده عليا وعلى اي حد زينا. فطول ما انت ماشي تبقى ايه، عمال كأنك بتتفرج على ماتش تنس. شايفين القعده اللي البنت قاعداها دي اكتر قعده صحيه غيرت حياتي. هنا بيقعدوها على طول في كل حته، ان انت تبقى قاعد قعده الحمام دي. يعني انا مثلا كان عندي ركبتي على طول بتوجعني، وبدات اعمل تمرين القعده دي، ان انا اقعد دقيقه دقيقتين لغايه ما بقدر اقعد دلوقتي 10 دقائق. بقعد في اليوم تقريبا نص ساعه متقطعين. عضلات رجلي بقت في حته ثانيه، فبخش اقرا عنها، موضوع مفيد. وهتلاقوا دايما الدول يعني كتير اللي هي زي مثلا الصين هنا، واعتقد في اليابان برضو، افغانستان، باكستان، هتلاقيهم بيقعدوا القعده دي على طول. حتى عندنا احنا في الفلاحين مثلا هتلاقيهم بيقعدوا القعده دي وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض. هو قاعد مريح مثلا وهو قاعد كده، تروح لواحد بقى من المدينه تقول له يقعد كده، يعني ده بالنسبه له تمرين اساسا، ما يقدرش يستحمل. بس هي مفيده. بصوا الزحمه دي على التشيكي واكا، الشيكاوا ده شكله كده لعبه زي اللافوفو. اهلا بكم في جوانغوانجي. الشارع اللي انا موجود فيه ده اسمه جيجيان او جيانجي، حاجه كده، قريب من وسط البلد، يعني قريب من الاوتيل اللي انا قاعد فيه، ومشهور بمطاعم الحلال او مطاعم المسلمين. لان الصين
فيها مسلمين، في يعني بعض الثقافات زي اليوجر مثلا، وفي دول حوالين الصين فيها مسلمين وفي ثقافات مختلفه. وده احد الاسباب ان انا كنت بقول لكم ان شنغهاي مدينه عالميه، هتلاقي فيها كل حاجه. فانا في وسط البلد لقيت جنبي محلات انترناشونال، محلات شوبينج، محلات مسلمين، اي حاجه عايز تعملها هتلاقيها موجوده حواليك بسهوله في شنغهاي. وطبعا لازم تكون بقى بتترجم، لازم يكون معاك الابلكيشنز اللي هتساعدك علشان تقدر تعمل كل الحاجات دي. وفي حاجه مهمه جدا، انت لو جايب رومينج من بلدك للانترنت او جايب انترنت من الصين، على الاغلب في ابلكيشنز كتير مش هتشتغل معاك، زي الواتساب حتى ممكن ما يشتغلش معاك. فلازم يكون عندك في بي ان، او الحل الثاني تعمل زي ما انا عامل. انا بستخدم اللي هي الشريحه الالكترونيه، قلت لكم عليها كذا مره ايا كان ايه نوعها، ولكن انا بستخدم نوع اسمه نوميرو اي سيم، ولو انتوا استخدمتوها تاخدوا خصم 25% لو كتبتوا مو هادي 25. فكره في الشريحه الالكترونيه ان هي فيها في بي ان داخلي، يعني بيلت ان في بي ان. فوانس ان انت معاك الشريحه الالكترونيه كل الابلكيشنز تشتغل معاك، تيك توك تشتغل معاك، انستجرام، واتساب، الحاجات دي ممكن ما تشتغلش معاك لو انت جايب رومينج عادي من غير في بي ان، او لو انت معاك شريحه انترنت من الصين. فنزلوا نوميرو وقولوا لي ايه رايكم، وخلونا ناكل اكل صيني. بعد ما خدنا لفه في شنغهاي اكتشفت ان هنا في مطاعم من اغرب المطاعم في العالم، مطاعم هتحس فيها اكنك سافرت للمستقبل، مطاعم تانية هتحس اكنك جوه سفينه فضائيه. فتابعوا باقي فيديوهات سلسله الصين عشان تشوفوها معايا كانكم سافرتوا.